ازاي 3 تمارين بس هيخلوا شكلك جامد وهينقلوك في حته تانيه؟ مفهوم مهم جدا. مش معنى ان انت تتدرب من اجل القوه انك مش هترفع اوزان وخلاص وتتحول لونش. الفكره الراسخه في اذهان الناس عن التمرين القوي مش كده خالص. تدريبك عشان قوه جسديه اكتر هو تكنيك بيعتمد على التدريب بتمارين بتزيد من القوه الاجماليه عدد منخفض من العدات مع فترات راحه متزايده عن التمرين العادي عشان اكتمال وشحن الاي تي بي في العضلات، الطاقه الكامله وحاجه اسمها اكسكلوسيف باور. مفيش داعي بقى للتعقيد والتعمق اكتر من كده. خربوش شاي بقى يا عزيزي، تعالى بسط لك الكلام ده. هو تتدرب عشان القوه، الموضوع اللي احنا عمالين نحكي فيه، انت هتشيل اقصى وزن يسمح لك ب5 عدات وترفع معدل الراحه بتاعتك من دقيقتين ل3 دقائق حسب شده وقوه التمرين والاوزان بتاعتك. ويفضل الكلام ده يكون في تمارين كومباوند زي الديد ليفت، البنش بريس، سكوات، شولدر بريس. مش محتاج هنا بقى تيجي على نفسك وترفع اوزان خياليه. انت محتاج تتمرن باقصى وزن واحسن تكنيك عندك. حط في اعتبارك كل ما هتزيد قوتك كل ما هتتحسن الاوزان بتاعتك. الميزه الحقيقيه لتمارين القوه هي كسر التكيف العضلي اللي هو الادابتيشن. جسمك ذكي جدا في مساله التكيف العضلي دي مع الاوزان والتمرينات. يحفظ نمط التدريبي بتاعك، يوقف النتيجه بعد فتره. عشان كده تفاجئوا كل فتره بتمرين للقوه مختلف في الوزن واوقات الراحه هينقل جسمك في حته ثانيه. حتى لو بتعمل نفس التمارين اللي انت متعود عليها هينعكس عليك من خلال المجهود الجديد. هتلاقي ده بصوره ملموسه في حجمك العضلي وقوه وعمق الالياف العضليه. ده اللي بيطلق عليه ماسل كواليتي.